جنية في مدينة في الجزائر تصرخ بعلو صوتها وتفزع السكان. اتخذت هذه الشقة مسكنا لها، مما جعل كل سكان المبنى يغادرون بسبب الرعب والفزع والذعر الذين اختبروه وشاهدوه. في إحدى الشقق بالجزائر قام دجال بأداء عمل سفلي، حيث استدعى جنية وقتل ابنها، ومنذ ذلك الحين اتخذت الجنية تلك الشقة مسكنا لها، وأصبحت تصرخ بطريقة مرعبة أثارت رعب الجيران، وكأنها تصرخ حزنا عليه أو تريد الانتقام في محافظة خنشلة شمال الجزائر، في حي يدعى توزلة. في هذا الحي توجد عمارة مكونة من 5 طوابق. كانت العمارة هادئة، وكان جميع السكان نائمين بسلام دون أي مشاكل. وفجأة سمع السكان صوت امرأة تصرخ بطريقة هستيرية وتستغيث، فاستيقظوا مذعورين وبدأوا يبحثون عن مصدر الصوت، معتقدين أن منزلها يحترق أو يحدث لها مكروه، حتى استطاعوا معرفة أن الصوت يأتي من الشقة رقم 2. ولكن الصراخ كان مفزعا بشكل غريب وعال جدا، لدرجة أن أهل الحي جميعا استيقظوا وسمعوه. قرروا فتح الشقة لمعرفة ما يحدث، لكنهم واجهوا عائقا آخر، حيث كان هناك باب حديدي إضافي أمام باب الشقة، وللأسف لم يكن صاحب الشقة متواجدا، وعندما حاولوا الاتصال به علموا أنه في إسبانيا وليس في الجزائر. وعندما سألوه عمن قد يكون داخل الشقة كانت إجابته صادمة، إذ قال لهم إن الشقة فارغة ومغلقة منذ مغادرته الجزائر، لكنه أضاف أن قريبه الذي يمتلك مفتاح الشقة متواجد في منطقة قريبة وسيتصل به ليأتي ويفتح الشقة. وصل قريب صاحب الشقة أخيرا بالمفتاح، وعندما فتحوا الباب اختفى الصراخ فجأة. فوجئ الجميع بأن الشقة كانت فارغة تماما، وجميع النوافذ مغلقة، فلم يخرج أحد ولم يدخل أحد لها. كان التراب يغطي الأرض بسبب أنها مهجورة منذ سنوات، ولا يوجد أثر أي أقدام لأي إنسان يذكر، حتى الحشرات قد تركتها. ومع ذلك كانت هناك حالة من التوتر والقلق بين السكان، لأنهم كانوا متأكدين أن الصراخ كان يأتي من تلك الشقة بالتحديد. تساءلوا أين ذهب الصوت؟ ومن كان يصرخ؟ عندما لم يجدوا شيئا شعر قريب صاحب الشقة بالاستياء، خاصة أنه قطع عن طريقه في وقت متأخر ليجد أن الشقة فارغة. أغلق الشقة وغادر، وعاد السكان إلى منازلهم في محاولة للنوم مرة أخرى، لكنهم لم يكادوا يضعون رؤوسهم على الوسائد حتى عاد الصراخ مرة أخرى بنفس الطريقة المرعبة والمستمرة. في هذه اللحظة تأكد السكان أن الصوت ليس بشريا، فالشقة كانت فارغة تماما، فمن الذي كان يصرخ؟ بدأ الناس يشكون في أنفسهم ويفكرون أن الصوت ربما يأتي من مكان آخر، لكنهم عندما عادوا للتفتيش اكتشفوا مرة أخرى أن الصوت يأتي من نفس الشقة. لم يكن أمامهم سوى تحمل الصوت حتى الصباح، وعندما جاء الصباح استدعوا شيخا ليسألوه عن الأمر، خاصة أن الصراخ لم يسمع إلا ليلا. عندما سمع الشيخ القصة قام بما يلزم من قراءات، ثم طمأنهم بأن كل شيء سيكون على ما يرام وغادر. لكن مع حلول الليل عاد الصوت المرعب مرة أخرى، مما جعل الناس غير قادرين على تحمل هذا الصوت الغريب والمرعب. تجمع أهل الحي مرة أخرى أمام العمارة، وجاءت الشرطة ووقفت معهم. اقتحمت الشرطة الشقة لتكتشف أنها فارغة تماما والطبيعة داخلها هادئة. في هذه الأثناء قرر سكان المنطقة استدعاء شيخ آخر، وفي النهاية أحضروا 5 شيوخ دفعة واحدة، وبدأوا يقرؤون القرآن في مداخل ومخارج الشقة، لكن دون جدوى، فقد استمر الصراخ كما هو. تطور الأمر حتى أصبح الصوت يسمع نهارا وليلا، واعتاد السكان على هذا الصوت حتى أصبح جزءا من حياتهم اليومية. الجديد أن السكان بدأوا يسمعون أيضا ضحكات هستيرية تصدر من الشقة، وأصوات أشخاص يتحدثون ويتشاورون داخلها، كما لو كان هناك أشخاص يعيشون في شقة فارغة تماما.
وفي يوم من الأيام اشتعلت النار فجأة في العمارة. الشهود الذين رأوا النار قالوا إنها كانت تشبه انفجارا هائلا قادما من العدم. كان الجميع مقتنعا بأن النار غير طبيعية وأنها نتيجة لما يحدث في تلك الشقة. بعد ذلك لم يعد الشيوخ يغادرون العمارة، حيث طلب السكان المساعدة من أي شيخ يعرفونه. وفي النهاية قال أحد الشيوخ إن الشقة شهدت طقوس سحر سفلي، وأن الجنية التي استحضرت لم يتمكن الدجال من صرفها فقررت الانتقام. أين هو الدجال الآن؟ لا أحد يعرف. هناك من يقول إن الجنية ربما أخذته معها إلى باطن الأرض، وهناك من يقول إن الجنية قررت الانتقام من جميع سكان العمارة بعد أن قتل ابنها، بهدف بث الرعب في قلوبهم. بعض السكان قالوا إنهم تمكنوا من تسجيل محادثة للشيخ مع الجنية، وفي هذا التسجيل سمع صوت رجل يسألها: من أنت؟ فجاء الرد من صوت يقول: أنا جنية مسلمة. هذه كانت واحدة من العديد من الروايات التي تداولها أهل الحي، ولكن معظمها كان اجتهادات لا تستند إلى الحقيقة. أصبحت المشكلة معقدة للغاية، خصوصا أن العديد من الشيوخ حضروا للمساعدة، وكان البعض منهم يطلب مبالغ مالية كبيرة لحل المشكلة. ومع استمرار الأزمة دون حل، اضطر العديد من سكان العمارة إلى نقل عائلاتهم بعيدا عن المنطقة حتى يجدوا حلا لهذا الصراخ. ولكن الكارثة الكبرى كانت عندما بدأ الصوت يسمع في جميع شقق العمارة، وليس فقط في الشقة التي كان يعتقد أن الجنية تسكنها. والأمر الأكثر غرابة والذي لا أحد يستطيع تفسيره هو أنه بعد أسبوعين من الصراخ المستمر والرعب الذي عاشه أهل الحي، اختفى الصوت فجأة، وبالتحديد يوم الجمعة، ليعم الهدوء الحي وكأن شيئا لم يحدث من قبل. ما زال السؤال المحير: من أين كان يأتي هذا الصوت؟ هل كان فعلا صوت جن؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية، فقد كان الأمر محيرا جدا، ولم يفهم أحد ما الذي كان يحدث بالضبط أو لماذا بدأ الصراخ المرعب من الأساس. حتى سكان العمارة أنفسهم انقسموا في آرائهم، فبعضهم كان مقتنعا بأن الصوت كان فعلا صوت جن، بينما اعتقد آخرون أن الخلافات حول الميراث بين أصحاب الشقة قد دفعت أحدهم لاستخدام هذه الطريقة لتخويف الآخرين. هناك رأي ثالث يقول إن شخصا ما قتل قطة سوداء أمام باب الشقة، وأن كل ما حدث كان بسبب هذا الفعل. كانت هذه بعض الآراء المتداولة حول الصوت القادم من الشقة. لا نستطيع الجزم بما هو صحيح وما هو خاطئ، فالأمر متروك لتفسيركم الشخصي، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن جميع الناس في الحي اتفقوا على أنهم سمعوا صوت الصراخ، وأن المسألة لم تكن سهلة، بل وصلت إلى وسائل الإعلام الكبيرة التي تساءلت إن كان بإمكان البشر سماع صوت الجن. وكان رد أحد الشيوخ أنه نعم، من الممكن سماع صوت الجن، وأنه لا ينبغي الاستهانة أو التقليل من شأن هذه الأمور.